الأهلي بلا جناح أشول، سيد معوض يفجر مفاجأة قبل مواجهة وادي دجلة. إعادة صياعة المحتوى. أثار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق سيد معوض حالة من الجدل بعد تصريحاته الجريئة التي كشفها الإعلامي إبراهيم فايق، والتي فتح بها ملفا فنيا مهما داخل القلعة الحمراء. وأكد سيد معوض أن الأهلي يفتقد لنوعية معينة من اللاعبين، قائلا: بروفايل اللاعب الأشول الذي يلعب ناحية اليمين مش موجود في الأهلي حاليا، سواء محمد عبد الله أو عمر سيد معوض. تصريحات معوض جاءت في توقيت حساس، خاصة مع استعداد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى فيه المارد الأحمر لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية. الأهلي يستعد لوادي دجلة. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب مرانه الأخير اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش، وسط تركيز كبير على الجوانب الخططية والفنية مع الاهتمام بالجاهزية البدنية للاعبين. ومن المنتظر أن يعلن توروب قائمة المباراة عقب نهاية المران، على أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة في إطار الاستعداد النفسي والذهني لمواجهة الغد. التشكيل المتوقع ورؤية الجهاز الفني. يتجه الجهاز الفني للاعتماد على توليفة تجمع بين الخبرة والحيوية، مع منح بعض العناصر الشابة فرصة الظهور، في ظل رغبة المدرب في تعزيز الحلول الهجومية وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الدوري. قصة طريفة على الهامش. الطريف في تصريحات سيد معوض أن اسمه ارتبط دائما بالجبهة اليسرى، وكأن الكرة كانت ترفض المرور إلا من هناك. ويحكي المقربون أنه في أحد التدريبات القديمة حاول اللعب بالقدم اليمنى، فتعالت ضحكات زملائه ليعلق ضاحكا: سيبوا اليمين لأهلها، أنا خلقت شمالا. واليوم يعود معوض ليذكر الأهلي بأن الأشول مش رفاهية، بل سلاح تكتيكي.